السلام عليكم. هكلمكم النهارده على برنامج من البرامج من وجهة نظري ومن خبرتي العملية هنا في مجال الدراسة في كندا، من البرامج الرائعة والتي يندر ان انت تلاقي زيها كتير. والبرنامج ده بيتميز بميزتين رئيسيتين صدقوني مش هتلاقيهم في اي برنامج تاني. ثلاث مميزات حقيقي، مش ميزتين بس، ثلاث مميزات مش هتلاقيهم في اي مكان تاني اطلاقا. هكلمكم النهارده على برنامج، بس قبل ما اكلمكم على البرنامج ما تنساش بس تتفرج عليا، تعمل لايك وشير وسبسكرايب عليا من كان بتتفرج عليا، وندخل على طول في البرنامج. اقول لكم على المميزات الاول وبعد كده اقول لكم على البرنامج اصلا هو ايه. اول حاجه خالص المميزات، تكلفه الدراسه بتاعته منخفضه جدا 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 بحوالي $11,000 في السنه. تاني حاجه واهم حاجه واحلى حاجه اللي بعديها حلوه بس دي اهم حاجه، ان هو برنامج دراسات عليا وماسترز. فتكلفه ماسترز ب 11,000، ده رقم حلو جدا جدا جدا، بس موجود في كندا في كذا مدينه وفي كذا مقاطعه. لكن بقى تالت حاجه وهي المثيره واللي هي يعني حاجه حلوه جدا جدا، ان هو موجود في قلب فانكوفر. فماسترز ب $11,000 في السنه وموجود في قلب فانكوفر. هو ده البرنامج اللي هكلمكم عليه. بس فيه يا الكاتش بتاع الموضوع او التركايه في الموضوع، مش تركايه، هو طبعا هو مش تركايه ولا حاجه، هو مش بيصلح لكل الناس، هو مخصص فقط لنوعين من الناس اللي ممكن يجوا يدرسوا. اول حد خالص هو المهندسين المدني او المهندسين العماره. هو طبعا هنا المهندس المعماري مش مهندس بس، يعني الاركتكت او المدني او اي حد عنده درجه في الانجينيرنج، يعني لازم يكون حاجه في الهندسه. وهو البرنامج هقول لكم عليه دلوقتي، ولو لسه ما عملتش لايك وشير تعمل دلوقتي لايك وشير. المهم برنامج اسمه ماستر اوف ابلايد ساينس او ماستر اوف انجينيرنج ان بيلدينج ساينس. البرنامج ده موجود في كليه من الكليات، كولج من الكليات الممتازه جدا هنا في فانكوفر، وهي اسمها BCIT. طبعا ناس كتير جدا عارفاها، الناس اللي مهتمه بالدراسه في كندا عارفه BCIT، وهو ده من الهيدن جيمز اللي موجوده هنا في كندا. هنزل لكم وصف البرنامج لو انتوا عايزين تحت وكل حاجه، بس هو برنامج مختص اكتر بدراسه ان انت ممكن البيلدينج ساينس والانرجي، الافيشنت انرجي بيلدينجز، بيتكلم على السستينابيلتي، بيتكلم على الليد، بيتكلم على الويل والباسيف هاوس والحاجات دي، حاجات حلوه جدا جدا بالنسبه لاي حد. ومن خلال خبرتي يعني في العمل بقى مش مجرد في الدراسه هنا في كندا، ان التخصص ده مطلوب جدا جدا. تقدر تطلع تشتغل في مجال المكاتب الاستشاريه في الانفلوب كانفلوب كونسلتنت، يعني مجال حلو جدا جدا انا شايف، وانتري ممتاز يعني لو احنا بنتكلم على البرامج. وزي ما قلت لكم، بس غير موضوع الفلوس بتاعته، طبعا الفلوس بتاعته يعني حاجه تحفه جدا، بس الاهم من الفلوس بتاعته موضوع ان هو بوست جراديويت وماسترز، وبيساعدك جدا في الفيزا ابلكيشن، ان انت لما تروح للاوفيسر ان انت تقول له ان انا جاي اقدم هنا على ماسترز، فدي حاجه بالنسبه له حاجه حلوه جدا، غير لما تيجي تقول ان انا جاي اقدم مثلا على يعني بوست جراديويت دبلومه او سيرتيفيكت. ممتازين، بس انا شايف ان البرنامج ده من البرامج الحلوه جدا جدا لو اي حد بيفكر ان هو يجي يدرس هنا. هكلمكم دلوقتي على الاشتراطات بتاعه البرنامج عشان برضو تبقوا عارفين كل حاجه. اول حاجه خالص بالنسبه للاشتراطات، لو بنتكلم على اللغه على سبيل المثال، فاللغه مطلوب من حضرتك ان انت تكون جايب اقل حاجه 6.5، فدي في الايلتس اكاديميك ما ينفعش تقل خالص عن الرقم ده. تاني حاجه بالنسبه لل الاديوكيشن كواليفيكيشن بتاعتك او المؤهلات الدراسيه بتاعتك ما ينفعش تقل باي حال من الاحوال عن 70%. وفي الحقيقه انا كنت مره من المرات كنت بقدم لطالب من الطلبه من عندي في اكاديمي، وهو كان جايب 69.96، وللاسف الشديد 97 والله كمان، يعني 69.97، وللاسف الشديد ما اتقبلش في البرنامج. البرنامج كان تحفه، وهو لا الحمد لله في حاجه تانية واتقبل فيها، بس بقول لحضرتك لازم التخصص، لازم التقدير بتاعك يكون جايب 70%، وهو بيحسب التقدير على اخر سنتين عندك في الكليه، فدي نقطه من النقاط. حاجه ثانيه من المتطلبات بتاعت التقديم ان انت يكون عندك درجه في الكالكولس الرياضيات ومش عارف ايه، بس بيقول لك هي مش حاجه لازم تكون معاك سيرتيفيكت بيها، بس طبيعي لو انت في هندسه اخدنا رياضه 1 و2 و3 و4، يعني ان اخدنا رياضات كتير في هندسه، فدي من الحاجات اللي هي ممكن تخليك الموضوع بالنسبه لك ايه سهل. فمره تانية البرنامج ماستر اوف ابلايد، مش ماستر اوف ابلايد ساينس. ماستر اوف ابلايد ساينس ده هو البرنامج حقيقي فيه نوعين، في ماستر اوف ابلايد ساينس بتاع البيلدينج ساينس، وفي ماستر اوف انجينيرنج للبيلدينج ساينس. احنا بنتكلم على الماستر اوف انجينيرنج. الماستر اوف انجينيرنج ده مدته 16 شهر، سنه و4 شهور او سنه ونص يعني، وده برده رقم ممتاز جدا جدا بالنسبه اللي انت هتدفعه هنا في كندا.
بينما الماستر اوف انجينيرنج سنتين وهو فول تايم. فبس انا شايف ان انت تدخل في الماستر اوف انجينيرنج، لان الباث الثاني بتاع الماستر اوف ابلايد ساينس للاسف بيتطلب ان انت يكون عندك اشراف، والاشراف ده بيبقى حاجه صعبه شويه. فانا رايي ان انتوا تجو اون مع الماستر اوف ابلايد، ماستر اوف ساينس. ماستر اوف انجينيرنج هيكون حاجات ممتازه. اتمنى كده الفيديو ده يكون واضح لكم. وبالنسبه لو انت عايز تقدم على البرنامج فانت ممكن تتواصل مع الجامعه، او لو احنا الحمد لله ساعدنا ناس كتير برضه ان هم يقدموا بعد كده في البرنامج ده، ممكن تتواصل معانا عن طريق اكاديمي. بنقدر نساعدك، بنقول لك بالظبط الريكويرمنتس بتاعت البرنامج ده زي اللي انا قلته لك ده، بس بنقدر بقى نساعدك بشكل عملي، لان هو بيبقى فيه برضه من ضمن التريكات في البرنامج. بس مش بقول كده والله عشان حد يجي الاكاديمي، انت ممكن تقدم لوحدك عادي مفيش مشكله. بس فكره ساعات بيبقى فيه زي letter of intent وستيتمنتس معينه لازم تتكتب بطريقه معينه عشان الديبارتمنت يقبلك، لان هو اخر تركايه والله مش قصدي حاجه، بس هي اخر تركايه ان هو في ديبارتمنت ريفيو. الديبارتمنت لازم تراجع الموضوع. وانت بتكتب الابلكيشن احنا بس بيبقى عندنا شويه قدره، شويه مش قدره من الاكاديمي اكتر من قدره من عندي انا كدكتور في الجامعه سابقا، ازاي تكتب الستيتمنتس بتاعتك وانت بتقدم للدراسه. فدي برضه من الحاجات المهمه اللي انت المفروض تبقى عارفها فيما يتعلق بموضوع البرنامج. لو حد عنده اي اسئله زي ما قلت لكم هسيب لكم لينك اكاديمي تحت، ممكن يتواصل معايا عن طريق اكاديمي. برنامج ممتاز وفعلا فعلا فعلا من الهيدن جيمز اللي موجوده للدراسه في كندا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. خلي بالكم على نفسكم، ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب واعمل منشن لاصحابك اللي موجودين في الموضوع ده. وانا عامل اوفر على فكره الناس اللي هتقدم في البرنامج ده، بس لما يقدموا هبقى اقول لهم على الاوفر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم حكم من كندا.